تعالى تعالى هفهمك بالعقل. كم مرة سمعنا الجملة دي؟ يا ابني ما تبلعش اللبان لأنها هتقف في المعدة وهتسدها، والحقيقة إن أغلبنا اتربى على الخرافة دي، ولكن هو الكلام ده صح؟ تعالى بقى أقول لك الحكاية. اللبانة دي عبارة عن سكر ومنكهات ومادة كده بيتصنع منها اللبان. المعدة بقى بتبدأ تتعامل مع السكر والمنكهات دي بكل سهولة، ولكن تيجي على المادة دي ويبدأ الجسم إنه يتخلص منها خلال يومين أو 3 أيام قوي بالكتير. يعني بكل بساطة مفيش حاجة هتفضل جوه جهازك الهضمي لسنوات زي ما بنسمع كده. انا حمار وغبي. انت عارف كمان ان مضغ اللبان ده اصلا بيساعد على نظافه السنان، وكمان بيطهر اللثه لانها بتشيل اي بواقي اكل من سنانك لو ما عرفتش تغسل سنانك. انت عارف كمان انها بتحرق حوالي 10 سعرات حراريه لو استخدمتها لمده ساعه. كمان مضغ اللبان ده بيقلل من الحموضه، وناس كتير بتبدا تستخدمها بديل للسجاير، وكمان بتقلل التوتر. الحمد لله. ولكن خلي بالك دايما اختار اللبان اللي خالي من اي منكهات او اي طعم ولون علشان ما تضرش صحتك. كده تكون خلصت حلقه النهارده، استنونا في حلقات جايه كتيره، وسلام عليكم.